أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قطرات الندى. سلوان محمود. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة ساعتنا 6:21 دقيقة. صباح الخير. عاوزة تحس بيومك ويكون كله طاقة؟ تابعي قناة بيوتنا بكل بساطة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا كده مع بداية الفيديو نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. لما حزنت حلوة كتير ولما حزنت حلوة كتير. صباحكم زي الفل، عاملين ايه؟ وجمعة مباركة. النهاردة يوم الجمعة، يوم توزيعات الآيس كريم. أخونا من الإمارات متعهد توزيعات الآيس كريم كل يوم جمعة. ربنا يزيده يا رب من نعيم الله، اللهم آمين يا رب، ويكرمه ويوفقه وينوله كل اللي بيتمناه ويسد ما عليه يا رب العالمين، ويسد ديونه هو واهله، ويكرمه يا رب ويرزقه ويحقق له كل ما يتمنى، اللهم امين. ادعوا له بالله عليكم يحقق له ما يتمنى كله. طبعا ابو سيف وسيف خدوا بعضيهم ونزلوا يوزعوهم في الحر كده الظهريه بعد اذان الظهر بعد ما صلوا. كان ابو سيف عايز يوزعهم في المسجد، وبعدين قال لك لا، الناس الغلابه في الشارع اولى. قلت له يا عم المره الجايه وزع في المسجد. بجد الجو كان حر، وفعلا الناس محتاجه حاجه زي كده. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب ويبارك. مسا تعالوا بصوا الاجنده دي بتاعت وصفاتي واكلاتي وحلوياتي. الوصفه اللي بحسها ناجحه معايا وعيالي بيحبوها بانجزها واحطها. لزقت كل دول كده علشان ايه؟ تبقى واضحه. المهم عندي شويه استيكرات حلوين كده، كان جايبهم لي صديقه حبيبه عزيزه على قلبي من الامارات وهي جايه، حبيتهم الصراحه، فقلت ايه هزوق بيهم الدنيا. كنت الاول بزوق بايه؟ بإلسا وآنا بتوع العيال. بصوا الاستيكرات بتوعت البنات، فدول حسيتهم اكبر واحلى، شكلهم اشيك كده، فقلت ايه ازوق الدفتر بتاعي شويه. جمال قوي 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 قوي. لا ايوه زوقوا. كان في فنجان شاي هنا، ايوه الليل والسماء ونجومه وقمره حلو قوي. بص فنجان فيه شمعه، والفنجان فلوري كده مليان ورد، فلاور. شفتوا؟ اتس فيري فانتاستيك يا جماعه. تيجي بنات تقول انت بتتكلمي الانجليزي غلط، لا انا بدلعه. فانتاستيك. شفت الدبدوبه ده اللي عرنوبي ده كولوجي؟ حاسه انه عايزه ابقى امسكه طبيعي كده. كان في دبدوب عجبني قوي 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 في نخبل كلمه الاربعاء دي، وينزداي، في سيتي ستار. بس كان غالي تكييف بيديله هوا بيطيره. بصيف ما جابهوليش. بص رايكم، وهكتب جمله هنا حلوه. اوكي ممكن اخلي حوالين الكلمه نجوم كده. بحب اكتب كلمات لنفسي محفزه. بصوا دي المحوجه او اللقمه الصفراء ورسماها قال يعني. حبيت اعمل فريم بس ما عجبنيش موضوع الفريم، فلغيته في تاني صفحه. هنا الكيكه يوميه ناجحه، الكيكه بتاعتي اللي ناجحه عشان البنات بكره وبعد يعملوها. هنا حاولت برضه ارسم كيكه. البسبوسه الناجحه بدي اسمه لينا، اللي هو الدقيق اللي بيبقى فرط سايب. تمام، حاولت ارسم بسبوسه ما عرفتش. كيكه الرواني اللي انا بعشقها اصلا، بحبها جدا 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 بجد، بعشقها قوي قوي قوي. ف مش عايزه اكتر وبهرج في الدنيا. حاساها كده احلى، هاديه لذيذه جميله. بصوا هنا بقى السينابون رول بقى. انا بقى بصوا حاولت اخبي التواريخ بتاعه الاجنده، والسينابون رول هنا او السينابون حطيت له تلج، بما ان السينابون بيتعمل في الشتاء بيبقى حلو جدا في الشتاء. ودي بقيه الوصفه. تمام، وهنا عملت اللي هو المافن او كب كيك القرع، وحطيت دي عشان تبقى ايه مدياني قرعايه، شكلها شكل قرعايه، شكلها حلو قوي. وابتديت بقى ايه الحاجات الزياده اللي عندي الزقها في الحته دي كده اهو، وازوق الدنيا كده، والغي الكلمه اللي في النص. مش عارفه سبحان الله جايه ليه كده في النص. فابتديت ان انا ارتبه واحده واحده عشان اكتب فيه وصفاتي. يعني بلزق حاجه هنا وحاجه هنا وحاجه هنا مثلا، فاهمين؟ زي كده برتبه علشان يبقى لذيذ، يبقى شكله كويس. بس بحاول على قد ما اقدر ايه ما يكونش كتير لتحت، علشان اسمه ايه
الكتابه لما اجي اكتب ان شاء الله باذن الله. بس حلوه قوي الورده دي. يلا شكلهم لذيذ. عندي حبه هم بس لسه ايه بحاول افرز واختار اللي انا عايزاه منه. بصوا الكتاكيت دول انزول. ايه اللي انزول؟ ميرور انزول. مرايتي يا مرايتي اللي على الحيطه. قولي لي في حد في الدنيا احسن مني احلى مني؟ بتاعت اسمها ايه؟ سندريلا، سنو وايت، مش فاكره. ودول صغنطاطين شويه بجد، جمال. البنات استخدموا منهم شويه وانا هاخد الباقي ده، واللي عايزها بقى اديله بقى. بس بجد ما كنت في الاول ما كنتش لاقي لهم استخدام، بعد كده قلت لا لازم الاقي لهم استخدام هنا. شايفين دي علبه كراته من زمان، من ايام مكتب ابو سيف، ساعه ما كان عنده مكتب بقى. بصوا جلد، كانت جلد وكانت كانت ملزوقه على حاجه جلد كده بيتحط فيها ورق وحاجات اهي، اسمها الكراته، حط فيها كروت وحاجات. خدناها العيال بيستعملوها برضو، كل حاجه بنستعملها. يلا بينا نكمل. قررت ارد على تعليقاتكم اللي فيه بنات بتقعد تسال اسئله كده هون، فقررت ان انا هرد عليها. يعني ممكن كل فيديو او كل مثلا فيديو اقول حاجه، او ممكن نعمل فيديو لوحده. تمام. مبدئيا كده في بنوته كاتبه لي تعليق بجد، يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان الدين يسر لا عسر. بتقولي انت ازاي حاطه مانيكير وبتصلي بضوافرك دي؟ خليتي ايه للمسيحيين؟ بصي يا حبيبتي، كلنا ما فيش واحده ما عندهاش عذر. تمام. العذر الشهري حضرتك بنتدلع فيه، نعمل اللي نفسنا فيه اللي احنا مش قادرين نعمله في الايام العاديه. وبعدين لو عملته في الايام العاديه، اتوضيت وحطيت مانيكير وقعدت بيه لحد الصلاه اللي بعديها، واتوضيت وصليت وشلته بالاسيتون عشان اتوضى واصلي، ما فيهاش اي حاجه والله. فاهمين؟ انا مش بصلي في العذر. تمام. فلازم احط مانيكير، بلعب بقى، بتدلع شويه كده، بغير من نفسيتي حبه. الدين يسر لا عسر. ربنا ما يعني قال لك ان هو هيشيل الميه ومش هيخلي الوضوء يوصل. طب تمام. وانا مش بتوضى وانا مش بصلي، احط بقى براحتي. ولو انا دلوقتي ربنا حلل، يعني الشيوخ قالت ان الست لو عايزه تحط ميك اب تحطه بعد الوضوء وتصلي بيه عادي. يعني انا دلوقتي يا شيخنا جوزي جاي وعايزه البس واتزوق، بس هو هيجي بعد العشاء على طول، فانا عايزه اصلي العشاء. اتوضي وقبل وحطي مكياجك وحاجتك عادي جدا، وصلي بمكياجك، ما فيهاش اي مشكله. الدين يسر يا جماعه لا عسر. زي بنوته بتقول لي الباروكه يا اسماء حرام لانها من تبع الواصله والمستوصله. بصي، في شيوخ وائمه كتير اجازوا ان الست تلبس لجوزها باروكه في البيت. تمام، عادي طالما هي ما بتخدعوش. قال لك ان الحديث اللي قيل فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه لعن الله الواصله والمستوصله، ده كان بنوته على اساس ان هو العروسه ما تخدعش العريس. تمام. وتفهم العريس وتفهم اهله ان شعرها طويل وهي شعرها قصير. لكن لما واحده تقعد في بيتها لجوزها بباروكه، واحده ربنا اراد ان شعرها كله يقع، ما فاضلش فيه حاجه خالص، وهي نفسها تحس ان هي انثى تاني وشعرها طويل تاني. الدين يسر يا جماعه لا عسر. ما نعسرش الحاجه علينا، يعني ما نصعبش الحاجه علينا. فيها ايه لما احط مانيكير في بيتي واتزوق في بيتي واعمل شعري في بيتي واركب باروكه في بيتي؟ فاهميني؟ في حاجات كده بسيطه بندخلها تحت البند الحرام، حرام ما تتعملش خالص، مع ان فيها حاجات عادي. يعني عادي نحط مانيكير، عادي نحط روج، عادي نلبس باروكه. الشيوخ حللتها، ما قالش لا هو خلاص حرام. انت هتلبسيها شعر طبيعي، انت مش هتلبسيها شعر طبيعي. تمام. وبعدين يعني ربنا يشفي كل مريض. الاطفال والناس مرضى السرطان بيلبسوا بواريك، هل ربنا هيعاقبهم؟ لا، ما هم عندهم عذر. طب ما هو الست برضه عندها عذر ان شعرها واقع، شعرها بايظ، نفسها تحس ان هي واحده ست تاني، جوزها عايز كده. فاهميني؟ يعني في ناس تقول لك اصل الرقص حرام والغنى حرام. طب واحده ست جوزها عايز كده، ترقص له ولا تسيبه يروح كبريهات عشان هي شايفه ان ده حرام فما تعملوش؟ ماشي. طب ما هو لا ارضاء لمخلوق في معصيه الخالق، ماشي. بس يعني ما اعتقدش ان المانيكير او باروكه هلبسها في البيت لجوزي، مش بره مكياج وروج فاقع وبرفان فاقع وهيصه فاقعه، مش بره، عادي في البيت. كل حاجه في البيت مباحه، اعملي اللي انت عايزاه. يعني البنوته ضحكتني والله، الله يسعدها، بتقولي على كده في وقت العذر نشرب خمره بقى، عشان احنا في وقت عذر بقى ما بنصليش نشرب خمره. يا ستي هو ده خمره؟ ده هيسكرني؟ ده هيذهب عقلي؟ اكيد لا، ده شويه مونيكير يعني، مش حاجه يا جماعه. والله انا اللي انا شايفاه ان هي مش يعني ما فيهاش حاجه. انا ما بصليش فالميه مش عايزه تخش، لكن الخمر اللي احنا بتقولي عليه بيدخل جوه الدم، دي حاجه، هذه نقره وهذه نقره اخرى. فما نحطش بند قوي زي الخمور جنب بند مانيكير او باروكه. فاهميني؟ وربنا والله يا بنات يسترها علينا وعليكم. وبعدين انا مش فقيهه ولا افقه في الحاجات دي شيء، بس انا بسمع لشيوخ وبمشي على كلامهم. تمام. يعني زي في زمان كنت اقول للبنات خنصروا، كنت البنات تقول لي حرام عليكي هتخشي النار، بتقولي للستات تسرق جوازها. يا ست انا مين قالك ان انا بقول اسرقوا؟ انا بقول رب جوزك مديكي مصروف بيت، خنصري من وراه. جوزك ايده مخرومه، خنصري من وراه. خنصري، شيلي، ما قلتش اسرقي.
يعني انا دلوقتي مديني مثلا مصروف للبيت 6000 جنيه، اللي وفره من المصروف ده حقي، تقول لك لا دي فلوسه، حقه هو، وهو انا صرفتها بره. الشيوخ قالت طالما ما بتطلعهاش بره بيته، طالما لعياله ولبيته، حلال عليكي، حلال عليكي، لانه بيتك وجوزك وعيالك وجوزي وانا حره فيه. البنات كانت بتحرم الموضوع ده زمان، دلوقتي كل الشيوخ وكل الستات وكل القنوات الدينيه بتتكلم في النقطه دي. جوزي مسرف، شيلي من وراه. جوزي ما بيدينيش مصروف ليا شخصي، حوشي من مصروف البيت وهاتي اللي نفسك فيه. هل ده عليا ذنب؟ لا، ما عليكيش ذنب، فاهمين؟ فبلاش نبقى متزمتين قوي يا جماعه، فاهميني؟ بصوا عايزه اقول لكم، وانا بقلب في التلفزيون انا بحب قناه ماسبيرو وبقعد قدامها، يمكن هي الوحيده اللي بفتحها. شفت شيماء سعيد، الحفله دي من 2002 من حفلات التلفزيون. بصوا بقى شياكتها، بصوا الفستان اللي تحسيه اصلا يعني 2025 قوي، الفستان تحفه، هي شعرها حلو جدا. انا والله مش بعرض حاجات عري ولا حاجه، بس بقول لكم ان من زمان الناس عندها ذوق وحاجات جميله في الوقت ده. بس اللي مضايقني كان في الموضوع الحواجب رفنطوعه قوي وروج بنفسجي. عارفين فكرتني بقى ايه؟ حفلات التلفزيون، فاكرين لما كنا بنسهر فيها وانا صغيره؟ كنت اقول نفسي ايه، اروح الحفلات دي. بس هو ده يومي النهارده، بسيط لطيف خفيف، وخدت شاور الحمد لله. خدت شاور يا عيال، كمان انا الشاور دلوقتي بقى ايه، مشوار، كاني رايحه مشوار والله العظيم. وربنا يعين البنات ويعينكم ويعيننا ويقوينا ويشفيني ويعفى عني يا رب العالمين واقوم بالسلامه. والبنات اللي بتقولي فيديوهاتك مش زي زمان، اكيد طبعا فيديوهاتي مش زي زمان، لان انا مش قادره اتحرك، لان انا مش بني ادمه كامله دلوقتي، انا بني ادمه ناقصه رجل. فتقبلوني كده لحد ما ربنا يشفيني ويعفى عني، واشوفكم على خير. بهبه من سين.